بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل المتغير الطبيعي المعياري لو عندي صاد محصورة بين الصفر وأي عدد موجب زي الرسمة دي. احنا طبعا كنا بنروح نجيبها من الجدول مباشرة، احنا خلاص اتفقنا مش هنروح على الجدول، فنضغط على المود وهنضغط على الثلاثة وبعدين نخزنها وبعدين نستدعيها اللي هي شيفت 1 5 وبعدين اختار مين؟ اختار الكيو اللي هي دي. طب الكيو دي على زر رقم كام؟ الكيو دي على زر رقم 2، فانا هضغط 2 وهكتب المسألة بس 1/2 ادي 1.2 وهقفل القوس واقول له يساوي. بص للحل 3 8 9 اهو 3 8 9 4 9 اهو. طيب يا مستر لو كانت محصورة بين صفر وعدد سالب زي دي، كل اللي فيها انك هتروح برضو نفس الكلام، هنرجع كده بالسهم ونشيل اللي هي العدد ده اهو، اكتب كده سالب الاول وبعدين 1.83، خلي بالك هي 38 وبعدين طبعا هنا في هنرجع هنا ورا نشيل القوس ده كده تمام ونضغط عليه ويساوي. طلعت 4 6 6 3 فين يا عمي؟ اهو 4 6 6 3، يعني نفس الكلام. يبقى اي مساحه محصوره بين صفر و2 هتبقى على الكيو اللي هو هتختار شيفت 1 5 وتختار الزرار رقم كام؟ الزرار رقم 2 وبعدين الار لزرار رقم 3، البي لزرار رقم 1. يبقى البي رقم 1، الار اللي هي المساحه دي هتبقى على الزرار رقم 2 3، اما الكيو على الزرار رقم 2. اشوفكم في فيديو اخر. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل اخر حاجه. لو عندي صاد محصوره بين اي عدد سالب واي عدد موجب والصفر بينهم زي الرسمه دي اهو، الصفر اهو سالب 1.5 و76%. ادام مساحه محصوره بين الصفر لواحد هنختار الكيو اللي هو الزر رقم 2. يبقى انا هروح برضو على مود وبعدين هضغط على 3 وبعدين هخزنها، مفيش اي مشكله. هستدعي يبقى شيفت 1 شيفت 1 5 شيفت وادي الواحد وادي الخمسه. الكيو اتفقنا على زرار رقم كام؟ زرار رقم 2، فهضغط على رقم 2 وبعدين هكتب الاولانيه اللي هي كانت سالب 1.5، يبقى انا هكتب هنا الاشاره السالب وبعدين 1.5 هقفل القوس. طيب بدي اجيب المساحه الثانيه اللي هي دي اللي هي 76، هنضغط على كيو مره ثانيه، هنضغط على شيفت 1 5 وهضغط على زرار الاثنين، يعني هعمل الكيو مرتين عشان عندك مساحتين، وهنضغط على العلامه 7 6 ادي 7 وادي 6 وهقفل القوس واقول يساوي اهو. شفت الحل ده؟ الحل اهو، شايف الحل على الحاسبه اهو.